السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. واذكروا الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنتكلم في ايه؟ سبب غياب حوارات عن السوشيال ميديا، وسبب كمان حمدي وفاء، وسبب كمان يوميات سحر ومحمود. طب ايه اللي حصل وايه اللي خلاهم يغيبوا عن السوشيال ميديا وما يجوش وما يظهروش لمدة 3 ايام؟ انا هقول لكم. دلوقتي بنت اخت سحر او ابن اختها يعني حد من قرايب سحر مراتها محمود عندهم فرح. حتى محمود نزل ستوري على الانستجرام وقال كان هو بيزوق عربية العريس والعروسة، وقال ان هما مشغولين جدا في الفرح وبيباركوا العروسين وكده. ده كان سبب غياب حوارات، وطبعا حوارات كانوا مشغولين معاهم. انتوا عارفين ان العيلة دي بتحب الفرحة جدا وبتحب المرح والضحك والهزار، وده كان سبب غياب حمدي سوري، كان سبب غياب حوارات. طيب ايه اللي حصل خلال الفرح وايه الكلام اللي اتقال وايه الحاجات اللي حصلت؟ اول حاجه حصلت ان هم خلوا سحر تعيط، لان الفانز خلى سحر تعيط عشان قالوا لها ايه ده مش لبس واحده محجبه، انت ازاي مبينه رقبتك كده لابسه فستان سواري ومبينه رقبتك، انت والدك لسه ميت ما اعرفش يا جماعه بالراحه، يا جماعه بالراحه. ده يعني انتوا لما هي كانت والدها توفى الله يرحمه ويرحم موتانا جميعا، كلكم قلت لكم هوني على نفسك يا سحر ودي الدنيا ومش عارفه ايه. دلوقتي لما هي جت تتبسط وتفرح مع الناس اللي هتفرح بتحاربوها؟ طب ما تسيبوها تفرح يا جماعه، من ضمن الناس اللي هتفرح يعني هي جت عليها. فسحر زعلت جدا 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 والتعليقات زعلتها جدا. وفكروها طبعا بموت باباها. انا شايفه يا جماعه ان ده غلط، يعني انا شايفه ان احنا ما نهاجمش، حتى لو احنا عايزين نهاجم او مثلا عندنا شايفين حاجه غلط ممكن نقولها بطريقه شيك ما تزعلش حد مننا. دي كانت اول غلطه من الفانز، ان هو يعلقوا تعليقات مش حلوه لسحر. طب تاني حاجه كان ايه اللي حصل؟ انا هقول لكم اللي ليا واللي عليا، يعني انا هقول لكم اللي ليا واللي عليا. انا شايفه ان سحر مظلومه في الحته دي، في المنطقه دي. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان سحر زعلت جدا ونزلت على الانستجرام انها زعلانه جدا من التعليقات السخيفه اللي اتقالت لها، وكانت زعلانه جدا. تاني تعليق طبعا ده كان بقى، انا شايفه ان حسن مستفز جدا في برضو الصور اللي منزل صور على الانستجرام، برضو صوره على جنبه وصوره على وشه، وكان نايم في العربيه وعمال يتصور صور وينزلها. طبعا الناس افتكرت ان في حاجه او ان حسن في حاجه، والناس اللي بتحبه اتخضت عليه، وهو كان مفيش حاجه كاتب على الستوري يا جماعه احنا بيتنا غرق. فالناس صدقت، ومن بيتهم ما غرقش ولا حاجه، حد كان ساب مش عارفه حنفيه مفتوحه وبيتهم غرق عادي والدنيا عدت عادي، ما كانش في حاجه. يعني هو حسن كان بيهول الامور على الجمهور شويه، وده انا برضو شايفه ان ده حسن استهزاء برضو بالجمهور. يا حسن يعني انتوا يا جماعه بتزعلوا لما حد بيهاجمكم. تالت حاجة برضو استفزتنا هي ان سحر لما آلاء لما حضرت الفرح برضو الجمهور هجم عليها وقال لها، مش هجم عليها، هجم عليها بالتعليقات، هجم عليها في التعليقات وقال لها انت لبسك وحش، ده مش لبس فرح، ده انت في حد يلبس كاجوال في فرح؟ المفروض تلبسي سواريه مش عارفه ايه. نهال احلى منك. يا جماعه حرام، يعني هم سلايف، ما تحاولوش تعملوا نفسيه بينهم وبين بعض. آلاء جميله كومنت اللي بيقول لها انت قصيره. يا جماعه هي احنا خلقه ربنا، فينا قصير وفينا طويل. طيب لبسها حلو لبسها وحش دي لنفسها. طبعا نهال الالاء المفاجاه ان الالاء حامل، وممكن يكون مثلا قصدا انها تلبس واسع عشان هي تعبانه، او مثلا مش قادره تلبس ضيق. وبعدين يا جماعه هي لما تلبس واسع او تلبس كاجوال دي حاجه وحشه؟ يا جماعه انا شايفه ان اللبس دي حريه شخصيه. في حاجات انتوا لكم حق فيها تهاجموا، وفي حاجات انتوا مالكوش حق فيها ان انتوا تهاجموا. يعني انا شايفه ان انا معاكم وضد حاجات معينه، ضد السلب، يعني ضد الهجوم، يعني الانتقادات الصعبه ضدها. ولما الاقي مثلا استفزاز انتوا لكم حق فيه ببقى معاكم فيه، انما بلاقي تعليقات انتوا مش لكم حق فيها لازم اقول لكم انتوا مالكوش حق فيها. ومع السلامه. تنسوش اللايك.